انطلقت الدورة الكروية التي تنظمها جمعية راديوز في كل عندما يحل شهر رمضان بملعب رقيق عبد القادر بحي مارافال بوهران، والتي أصبحت تنظم بشكل دوري في كل سنة. وتعرف هذه الدورة مشاركة أكثر من 100 فريق من مختلف الفئات. تغطية ياسر رشي. رمضان مبارك للشعب الجزائري. دورة راديوز هذه السنة أنا نقول هي أكبر دورة جوارية على المستوى الوطني منذ الاستقلال. مشاركة 102 فريق في صنف الأكابر، أقل من 15 سنة، أقل من 13 سنة و11 سنة و9 سنوات. فرق جاتنا من الوطن ما بين الأحياء. رانا هنا في شهر رمضان يعني مكبرين بهم وراهم الضياف تاعنا. جمعية راديوز تواصل الدورة والمهام تاعها خدمة للشباب منذ 1998. إن شاء الله هذه الدورة تكون فرصة باش نكتشفوا المواهب. والله العظيم إلى حاجة عظيمة من الجامع عند قادة. ما كانش الوقت الجن هذا الشباب تاعنا هذه ما عندهاش وقت وين يروح، ما عندهاش الوقت وين يروح من الجامع لعند قادة. من الحريره كاين اللي يدهم ديريكت عند قادة الجامع ويتلفها. واش نقولوا صغار حميد قناة النهار الله يستركم ان شاء الله، من المدير حتى العمل البسيط. الله يحفظكم ويستركم ان شاء الله وتصوموا بالعافيه والصحه ان شاء الله. وهران ولاده للمواهب، وهران فيها بوكو جوار، بوكو طالون. الحمد لله رانا نخدموا لهذه المدينه ان شاء الله، ونخدموا لمولديات وهران، وان شاء الله نزيدوا نكتشفوا عده مواهب اللي يجوا هنا يلعبوا. راك تشوف هنايا لي U13 لي U11 U14 كاين مواهب في المستوى. اليوم رانا فرحانين اللي رانا هنايا غادي نشاركوا في هذا التورنوا تاع لا راديوس. ملي كنا صغار وحنا نشاركوا فيها، ومن البكري معروفه باللي جامي صرا فيها لي بروبليم ولا توجور نلعبوا بالروح رياضيه وكاع. ونتمنوا رمضان كريم لكاع الشعب الجزائري ان شاء الله. اليوم لعبنا مباراه بين ترجي السيك وجمعيه راديوز، كانت مقابله جيده، وشكرا على جمعيه راديوز على الاستضافه، وبارك الله.